ونص من اجمالي المساحه بتاعتها. تاتي محافظه القاهره في المركز الثاني 19000 فدان بنسبه 12%، يليها محافظه الجيزه 15000 فدان بنسبه 9.6 من اجمالي مساحه المناطق العشوائيه. يعني ده من اجمالي ال 100% من المناطق العشوائيه او 39 اللي احنا كنا قايلينهم في الورقه اللي فاتت. عدد المناطق العشوائيه غير امنه اللي هي بتعاني من مشاكل كتيره منها زي هضبه المقطم وكده 350 لحد عام 2016 بلغت مساحتهم 4.5 فدان. مساحه المناطق العشوائيه غير الامنه محافظتي القاهره والاسماعيليه 40.5% من اجمالي مساحه المناطق الغير امنه، ودي اللي تم تطوير جزء كبير قوي فيها الفتره اللي فاتت من ساعه الرئيس يعني بعد 2017. والمقطم كمان حصل فيه كده. ما هي ال 40% دي بعد التطوير. خلاص. عندي المناطق العشوائيه غير الامنه درجه الخطوره الثانيه اللي هي ما فيهاش انهيارات او مشاكل اخلاقيه، دي 251 منطقه وتلاها في المنطقه الخطوره 16%، وتمثل الخطوره الاولى والرابعه 11%. يعني ده ترتيب موضوع عدم الامان في المباني ذات نفسها. اطراف ضبط ازمه العمران المصري، المواطن المصري طبعا هو اللي بينفذ العشوائيات بنفسه، وزاره التنميه المحليه ووزاره الاسكان والمرافق ومتمثله في جهاز التفتيش الفني لان اعمالهم بما انها متوقفه فما بقاش بيضبط العمليه. وزاره الداخليه اللي هي تحت تنفيذ الاحكام، هيئه التخطيط العمراني وجهاز التنسيق الحضاري اللي هو تابع لوزاره الثقافه ونقابه المهندسين المصريه. اسباب ازمه او اسباب تفاقم الازمه عدم وجود مخطط عمراني للاحوزه العمرانيه على اطراف المدن اللي هو الامتداد العمراني، والتكدس في جزء صغير جدا من مساحه الجمهوريه ده على مستوى الجمهوريه كله. ترك البناء العشوائي في الامتداد حتى اصبحت مدن موجوده بالفعل مثل مدينه الخصوص، يعني فضلوا المدينه بيت في بيت في بيت لغايه بقت مدينه كامله ومحدش كان بيتدخل. ارتفاع اسعار الاراضي المخططه يعني اللي هي خاضعه للتخطيط والاداره عمرانيا، وعدم الزام المنتفعين بها من الدوله بالبناء ويتم تصنيع الاراضي حتى رفع سعرها اضعاف مثل بيت الوطن اللي هو الجزء الفطور. ارتفاع تكلفه مواد البناء خلال الفتره الماضيه بشكل مبالغ فيه مما يجعل عدم الالتزام بالتصميمات الهندسيه في التنفيذ القطاعات الانشائيه مكلف جدا. هو بيفضل ما يلتزمش بالقطاعات الانشائيه لان هي خلاص المواد مكلفاه. عدم استغلال المخطط الحالي الذي جعل لكل محافظه مساحه اكبر وظهير صحراوي وساحلي وزراعي وعمل اكتفاء ذاتي له. الفساد الجهاز الاداري والمحليات وغياب الشفافيه اللي بيتمثل في طول مده اصدار التراخيص التي تصل قد اكثر من عام مما يجعل المجتمع البنائي يجذب بالمخالفه. وكنت قلت ان القانون الحالي في خلال 30 يوم من الاخطار بيديك حق ان انت تطلع رخصه، احنا بنوصل لاكثر من سنه وبتفضل يطلب منك وقت. المعاناه بعد الترخيص في ادخال المرافق العامه مما يؤدي استباحه ادخالها خلسه يعني بدون معرفه الجهات، وذلك نظير مرة بعض المسؤولين الفاسدين والقائمين باعتماد تنفيذ المرافق. استغلال بعض بنود القانون او الاشتراطات او حتى القرارات الوزاريه وقرارات المحافظين مثل التنسيق الحضاري والطيران المدني والقوات المسلحه لاختلاق اسباب لتعطيل وبالتالي زياده الفساد. اللي هي اشتراطات هندسيه بتبقى محطوطه من الجهات دي هم المفروض ان الجهه هيئه المجتمعات العمرانيه او الحي او الجهاز بيبقى واخدها ويبتدي يقول لهم التنفيذ هيتم بكذا او كذا، مش يرجع يخليه هو يخاطب الجهاز دي كفرد. المسؤولين المحاسبون امام القانون هم مهندس المالك والمالك، وتقع القضايا في النهايه على المالك وليس على جميع الاطراف المسببه للفساد، وده لان بيبقى فيه محاضر ممكن تعمل باثر راجع طبقا للقانون الاحياء فيقدر يخرج من المشكله بدون ما يحط نفسه طرف، الا لو بقت جريمه مثلا زي انهيار مدينه وفيها انهيار عماره وفيها ناس ماتت يعني. اهمال مباني التراث المعماري المصري، لا معلش الجزئيه اللي قبلها دي اهم برضه، عدم صلاحيه المواصفات البنائيه مع القطع الصغيره. مثل اشتراطات الحمايه المدنيه وكثافه البناء الارضيه، وقلنا لان ال 100 متر على بال بيتاخد منها الجزئيتين دول. حاضر. اهمال مباني التراث المعماري وترك يد العبث في منطقه وسط البلد اللي هي يعني خلوا القبح المعماري بقى مستصاب بالنسبه للناس. عندي مخاطر والتحديات، زياده التناقص السكاني وتدمير البنيه التحتيه، عدم القدره المستقبليه على تلقي تبعات للزياده في الاعداد، انحراف المستوى الثقافي والعلمي لاطفال العشوائيات وحدوث تغير في الصفات وتكوين الهويه المصريه يترتب عليه ازمه في الانتماء والولاء، اضعاف الجبهه الداخليه المصريه نتيجه ظهور جيل كبير من الناقمين على العيشه في مصر. الهدف وفيهم جزء منه مشروع قومي وحاليا البلد بتحاول تعمله ضعف مساحه العمران المصري في الاماكن اللي مش موجوده فيها اسكان خالص، الوصول لمستوى متميز من السكن المصري ولها تاريخ مميز في القاهره اجمل عواصم العالم، تامين مناطق الجبهه الداخليه المصريه من سيطره اعمال الشرع على المساحات الغير معموله بالسكان، القضاء على المشردين واطفال الشوارع وضعهم في المجتمعات تحتاج لموارد بشريه وتكون امتداد لمجتمعاتهم القديمه.
الجهات المنوط بقى الحل: وزاره الاعلام، التنميه المحليه، الجهاز المركزي لتنظيم الاداره، وزاره الاسكان والمرافق، وبيمثلها صندوق التمويل العقاري وتطوير العشوائيات، رجال الاعمال الوطنيين اللي هم المطورين العقاريين زي حاجات كتير يعني، خط المنصير المصريه وهيئه استشاري الدوله الاول، هيئه المساحه العامه، هيئه التخطيط العمراني، جهاز التنسيق الحضاري، اتحاد التشييد والبناء، وزاره الداخليه، كليه حسابات وتكنولوجيا المعلومات. السيناريوهات اللي انا حطيتها ان هو بيحصل الاولاني ان هو بيبقى دايما متفائل لازدهار عمراني في مصر وصول محافظات متكامله